جماعتنا الحكومي إن فتحوا بالليل نجيب لكم كهرباء. أول واحد أنا فتحت وفتحوا محلات قليلة، بعدين شافونا اشتغلنا وصارت الناس تمرق وصارت الناس تشوف الشوارع ضاوية، صاروا يمرقوا يمشوا على صوب القلعة على باب النهر، يعسوا يتدرجوا يتمشوا على الدباغة، مش الشغل. أيام النظام حاولوا كتير إنه يضغطوا علينا نفتح، ما كنا نسترجع يعني بعدة أسباب، يعني كل البلد بيعرفها، يعني السلبطات والتشبيح وكذا وهي المواضيع. الحمد لله رب العالمين يعني في أريحية كبيرة وفي سرور من الناس يعني. والله غير شكل، رجعت الحركة على السوق وغير شكل، المسويات أحلى، غير شكل السوق طلع مليان. طبعا هنا الزبائن كانت تجيني بالنهار صارت تجيني بالليل، هي رزق مقسومة، إنما نحن لراحة المواطن والحركة بالليل أكثر أوسع إن شاء الله. بس شوي هيك العالم تتعود، تتحرك شوي العالم أكثر، بس تدرى العالم طوي قلبها تنزل على السوق بتصير. حقيقة هو يعني هلا ما لمسنا شيء إنه يعني نتيجة الفتحة إنه كونه مو الفتح كامل مو كل المحلات عم تفتح، وغير هيك حقيقة سيولة ما في مع العالم، فبنتأمل إن شاء الله هلا على زيادة الرواتب إنه يصير حركة وترجع الأمور مثل ما كانت إن شاء الله. مدينة حماة الجميلة النائمة، شو اللي بيمنع تفتح أسواقها بالليل وشو تأثير هالشي على المدينة؟ في الحقيقة هناك فوائد كثيرة ستنعكس إيجاباً على المدينة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. فمثلاً كشاب أنتهي من عملي متأخراً أنصرف لأجد معظم المحال مغلقة، فلو فتحت الأسواق مساءً ستجذب الكثير ممن لا يستطيعون التسوق في النهار لضيق وقتهم أو أنهم يكرهون الذهاب تحت حر الشمس، وهذا سينعكس بالمزيد من المبيعات على المحال التجارية، وبالتالي خلق فرص عمل للشباب الذين يعيلون أسرهم، وسيدعم الباعة المستقلين والحرفيين والمشاريع الصغيرة، كما يخفف من مشكلة يعاني منها أهل حماة ألا وهي الازدحام، بالإضافة لإعادة الحياة للمدينة ليلاً، وهو أمر حرمنا منه طيلة أيام النظام البائد. وبدورها ستساهم في تنشيط السياحة وجذب محبي الأسواق الشعبية وأكلات الشارع والفعاليات والأنشطة التي ستشكل متنفساً إضافياً لأهل المدينة. طيب بعد معرفة كل هالإيجابيات شو اللي بيمنعنا ناخد هاي الخطوة؟ نظام الأسد سقط والكهرباء دعمتها الحكومة وأنارت الأسواق. كل ما يتطلبه الأمر هو دعم هذه الخطوة ونشر ثقافة العمل والحياة ليلاً لنعيد لحماة نشاطها مثل المدن العالمية. وأنتو شو رأيكم بهاي الفكرة؟ وبأي وقت بتفضلوا